هنا بقى التركية اللي انا كنت عايز اقولها لك عليها من اول الفيديو ده هيبقى قصير ان شاء الله. ليه؟ لان انا هتكلم معاك عن ازاي تعمل بروفايل على ابورك ويتقبل. طب انا ليه بقول لك يتقبل؟ لان الفكره ان ابورك مش بيقبل كل المجالات او كل الناس بنفس السرعه. يعني ايه؟ يعني ابورك عنده اكتفاء ذاتي في بعض المجالات. ليه؟ عشان هو عنده اوريدي ناس كتيره جدا بتشتغل في المجال دوت. بس انا في الفيديو ده هقول لك على تركية بسيطه جدا تقدر تعملها عشان تشتغل في احد المجالات دي لو انت حابب تشتغل. وافتكر طالما انا اقدر اعملها يبقى انت تقدر تعملها. يلا بينا عشان ما اضيعش وقتك اكتر من كده. زي ما انت شايف دلوقتي احنا فتحنا ابورك. اول حاجه نعملها فوق على اليمين ساين اب. دلوقتي يبدا بقى هو يسالك كام سؤال كده بحيث ان هو يبدا يعمل لك الاكونت بتاعك. يعني اول حاجه يقولها لك تحب ان انت تشترك معانا على ابورك ككلاينت ولا كفريلانسر؟ ككلاينت يعني انت واحد عندك شغل عايز حد يعمله لك، فبالتالي هتخش على ابورك بحيث انت تدور على حد يعمل لك الشغل دوت. او كفريلانسر انت عندك سكيلز معينه او مهارات معينه وحابب ان انت تشتغل وتبدا يعني تكسب منها. فاحنا زي ما قلت احنا فريلانسر فهنبدا looking for work. طيب تمام. تاني حاجه بقى هيبدا يقول لك اعمل ساين اب بالاكونت بتاعك سواء كان بابل او جوجل، او لو انت حابب ان انت يعني تملاها مانيوال بحيث انت تكتب اسمك. على فكره الموضوع ده سهل جدا زي كده تعمل اكونت فيسبوك او انستجرام او اي حاجه. فيلا بينا مثلا عندك اهوت 2 seconds later. وبكده زي ما انت شايف دلوقتي احنا ملينا الاكونت بتاعنا. تاني حاجه بقى تبدا تخش اللي هو سيند مي ايميلز لو انت حابب اللي هو يبعت لك ايميلات ماشي. تاني حاجه بقى اللي انت يس اندرستاند اند اجري للتيرمز كونديشن طبعا دي اللي انت تعملها يس. اوكي كرييت ماي اكونت. طبعا انت كنت ممكن تسهل نفسك وتعمل كونتينوس جوجل. هو هيبدا يعني اوتو فيل الموضوع ده كله ما تحتاجش انت تعمل اي حاجه. وهيبدا دلوقتي ايه دخلك بقى عشان يبدا يسالك كام سؤال تاني بحيث ان انت يعمل البروفايل بتاعك مظبوط. افتكر حاجه برده ان انت مش لازم دايما تعمل كل حاجه دلوقتي. انت ممكن بعد ما تعمل اكونت تبدا بقى تظبط جواه بعد كده. يعني مش لازم كل حاجه وانت بتعمل الايميل. دلوقتي بقى يقول لك اعمل فيرفاي للايميل بتاعك. يعني خش على الايميل بتاعك عشان يبدا يتاكد ان انت صاحب الايميل اللي انت مدخله بتاع جوجل دوت. ماشي الموضوع سهل يعني مش حوار. خلاص كده احنا عملنا فيرفاي للايميل. فهو دلوقتي بيقول لك كونجراتيوليشن. تاني حاجه بقى يبدا يقول لك how would you like to tell us about yourself. يعني ايه؟ يعني انت حابب تقول لنا عن نفسك ازاي؟ هل تحب ان احنا ناخد من اللينكد ان بتاعك بحيث ان انت تعمل كونكت على طول وهو يبدا ياخد الاكسبيرينس بتاعتك وياخد كل حاجه من اللينكد ان بحيث انت ما تضطرش انت تدخله بنفسك؟ ولا انت حابب ان انت ترفع السي في بتاعك بحيث ان انت برضه ما تضطرش انت تدخل حاجه بنفسك؟ ولا حابب ان انت تملاها مانيوال؟ واحنا هنا هنختار الاختيار الثالث اللي هو فيل اوت مانيوال. طيب هنا بقى التركية اللي انا كنت عايز اقولها لك عليها من اول الفيديو ان انت لو انت في احد المجالات اللي ابورك اوريدي عليه ضغط كبير منها من الناس اللي هم عايزين يدخلوها شبه مثلا ايه جرافيك ديزاين، فانت بالتالي ما تخشش كانك داخل كجرافيك ديزاين. تعمل ايه؟ تخش احد الحاجات اللي هو محتاج ناس كتيره جدا فيها. فاهم قصدي ايه؟ يعني مثلا كاي حاجه في التك غالبا ابورك محتاج ناس كتير جدا فيها. في مجالات تانية كتير جدا يعني. المهم خش فيها واعمل كانك داخل بيها عادي ومش مشكله. تقدر عادي جدا بعد ما تعمل البروفايل بتاعك ان انت تغيرها وتبدا ترجع للمجال اللي انت كنت حابب تشتغل فيه عادي من الاول يعني. المهم هنعمل ايه؟ انا هعمل اللي انا فيديو اديتور. على فكره انا بعمل فيديو اديتور مش عشان هو مجال مطلوب ولا حاجه، انا بعمله بس عشان ده مجالي دلوقتي. next add your experience. تمام. دلوقتي بقى الاكسبيرينس بتاعتك. لو انت كنت اوريدي رافع اللينكدين بتاعك او السي في بتاعك ما كانش هيضطر ان هو يسالك الاسئله ديت. بس هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ حط لي اكسبيرينس ولو حتى على الاقل واحده. انا مش عايز اكتب اسم حد من الناس اللي انا شغال معاها عشان برضه ما يبقاش الموضوع يعني بس هكتب اعتبريه كاني شغال مع اي حد اهو. كومباني معلش هعمل كده كومباني دي انا كاني يعني كنت شغال في اليوتيوب بتاعي. لوكيشن مصر ايجيبت. ام كارنتلي وركينج ذير. تمام انا شغال لحد دلوقتي زي ما انت شايف في الفيديو. مانث انا بدات التشارج ماشي اي وقت مش فارق. ديسكريبشن يا I love work. لا طبعا I love work بس حاجة كان يعني نرجسية بس ماشي. ماشي ايا كان يعني سيف. طيب تمام انا كده خلاص حطيت اكسبيرينس. على فكرة يا جماعة انت مش لازم تحط اكسبيرينس كتيرة، هو يا دوبك على الاقل واحدة. وزي ما قلت لك انت بعد ما نبدا ان شاء الله عادي جدا تبدا تكمل عادي وتبدا تغير في البروفايل بتاعك زي ما انت عايز. بس يعني بقول لك عشان تعرف تبدا بس. ناو اد يور education. انت دلوقتي لو حابب انت تحط التعليم بتاعك حطه. عايز اقول لك مش فارق في اي حاجه اصلا. يعني انت لو خريج مثلا هندسه تجاره طب مش عارف ايه محدش بيبص فيها مش فارقه قوي. المهم يعني انت لو مش حابب انت اصلا تحطها ممكن تعمل nothing to add. ولو انت حابب تحطها حطها. انا هحطها برضه عشان برضه ايه طب تمام from ليه مش عارف ماشي مش فارقه معايا بصراحه. ماشي يلا بينا نكست لانجوج. بالنسبه لموضوع اللانجوج انت دلوقتي لازم تحط الانجليزي وتحط معاك العربي. طبعا انت لو انت بتتفرج على فيديو فانت اكيد بتعرف تتكلم عربي. بس دلوقتي هقول لك على حاجه وانت بتحط الانجليش بتاعك حطه اللي انت كونفرسيشنال او فلوينت. ليه بقى؟ حتى لو انت على فكره مستوى الانجليزي بتاعك مش احسن حاجه وافتكر ان انت مش لازم يكون مستوى الانجليزي بتاعك حلو يعني عشان تبدا تشتغل. هيبقى حاجه بونس ليك لو انت مستوى الانجليزي بتاعك كويس بس مش ده يعني اللي يوقفك. اعرف ناس كتيره جدا
وناس اعرفهم شخصيا الانجليزي بتاعهم يعني يا دوبك بيمشوا حالهم، في نفس برضه شغالين مع ناس كتير جدا. فالموضوع في الاول وفي الاخر انت تعرف توصل انت عايز تقول ايه بابسط كلمات وتفهم حاجات بسيطه. ليه بقى بقول لك حطوا كونفرسيشن او فلوينت؟ لان في وظائف معينه بيبقى مأكد على الابورك اللي هو انا عايز حد يكون بيعرف يعمل كده، فبالتالي لما انت تيجي تقدم بيبقى ديت احد الريكويرمنتس، احد المتطلبات. بس هل انت فعلا محتاج تبقى كده؟ لا مش شرط. ممكن على فكره الشخص اللي طالب كده اصلا ما يكونش هو اصلا بيعرف يتكلم انجليزي قوي، بس هو بيبقى ساعات بيملاها وخلاص. تاني حاجه طبعا العربي بتاعنا. فاكر بقى من اكتر الحاجات اللغات اللي بحبها هو العربي، يعني حاجه تحس ان هي كده قريبه لقلبك، فدايما افتخر يعني انت بتتكلم عربي. طبعا يعني مش عايز اقول بقى نيتي اوبرا بس انت لغتك يعني. now share your skills. share your skills بقى اللي هي ايه؟ يعني ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه فانت بتقول السكيلز بتاعتك. يعني انا كفيديو اديتنج في افتر افكت، ادوبي بريمير، فوتوشوب، الحاجات ديت. لو انت شغال مثلا مهندس مدني فانت بتحتاج بقى تقول مثلا ايه 3 دي ماكس، اوتوكاد 3 دي، اي تاب، تكلا، ايا كان الكلام ده كله تبقى تحطهم. طبعا تقدر تغير الكلام ده كله زي ما قلت بعد ما تعمل بروفايل، مش مشكله، بس دلوقتي محتاج على الاقل تكتب كام واحده كده. مش لازم تكون مش لازم تكون على فكره سوفت وير او برنامج، يعني مش لازم يكون اللي هو بقى البرنامج اللي انت شغال بيه، لا عادي جدا ممكن تكون سكيلز معينه في الشغل بتاعك انت محتاجها. وانت مثلا مترجم فانت مثلا ممكن تعمل اللي هو ايه بروف ريدنج، بروف ريدنج كده يعني، فاهم قصدي؟ مش لازم تكون البرنامج اللي انت شغال عليه عشان في ناس بتفهم الحته دي غلط. يلا ناو رايت يور بايو. يا جماعه بالنسبه للبايو ديت هيبقى ليها فيديو كامل اللي ان شاء الله ممكن يبقى الفيديو اللي جاي او اللي بعديه، لان ديت حوار تاني خالص، وفعلا ديت بتفرق جدا من شخص للتاني. وعايز اقول لك ان كميه الناس بقى اللي بتجيلك لمجرد انت كاتب بايو محترمه وهو حاسس ان انت ده الشخص فعلا اللي انا احب ان انا اشتغل معاه، وهتلاقي بعد كده البايو دي بتاعتك هي اللي بتفرقك عن اي شخص تاني وتخلي الناس فعلا هم اللي يعني مش عايز اقول بيجوا وراك، بس انت ما بتضطرش انت بعد كده انت تقدم على شغل، هم اللي بيجوا لك. فلا ما تستهونش ابدا بيها. وعايز اقول لك ان ديت طبعا هنغيرها قدام، فانا هكتب اي حاجه دلوقتي. برو تيب بقى، الانترفيو ريت يا جماعه تكون عامل الاكستنشن بتاع جرامرلي، بحيث ان انت لو عندك اي اخطاء املائيه ولا حاجه هو يعدلها لك. يعني مثلا عندك جرامرلي بيقول لك 3 years of experience، فشكرا على المعلومه. ماشي، فبالتالي تبقى احسن جدا لو انت ما عندكش اي اخطاء املائيه. يلا choose your area of work زي ما قلت برضو اللي احنا هنغيرها، محدش يقول ايه ده هو ده بس اللي كاتبه، لا هغيرها يعني عادي. فيديو ايه خد بالك بقى، فاكرين الفيديو اللي فات او اللي قبليه انا كنت قايل ايه؟ ان انت ايا كان الشغل بتاعك فهو تحت كاتيجوري من الكاتيجوريز ديت. يعني ايه؟ لما انا قلت فيديو اديتنج فهو كان تحت الديزاين اند كريتيف اهو، فيديو اند انيميشن. سوري يا جماعه حطيت فوتوغرافي عشان ايه ابين الحته اللي تحت. المهم يعني فيديو اند انيميشن على فكره ممكن يبقى عندك اكتر من حاجه يعني، بس ممكن اوديو اند فيجوال برودكشن، جرافيك اند برزنتيشن ديزاين، NFTs، ايا كان. انت لو عندك اكتر من حاجه يفضل ان انت تحطها، بس انا دلوقتي هقول انا فيديو انيميشن. يلا بينا next set your rate. يعني ايه بقى set your rate؟ يعني دخل سعر الساعه بتاعك. وده عايز اقول لك برضو اللي انا هقوله في الفيديو بتاع وانت بتكتب الكفر ليتر اللي انت بتقدم بيها للشغل ده هيتعمل ازاي. ليه؟ لان في ناس كتير جدا يا جدعان بتبقى عندها نظريات في الموضوع بتاع ده، وفي نظريات كتير جدا كويس وفي نظريات تانيه بحيث اللي هي يعني انت مش مضطر انت تروح لها. فمثلا لو قلنا ان انت $20 في الساعه، يعني ايه بقى؟ يعني كل ساعه انت هتشتغلها على ابورك وانت تعمل لوجين على الموقع بتاخد عليها $20. ايه بقى ال $4 وال$16 دول؟ ابورك دلوقتي بياخد 20% من اي حاجه انت بتعملها. يعني لما تكسب $1 هو بياخد منه 20% ويدي لك 80 سنت. تكسب $100 هو هياخد $20 هيديك منها $80. طيب تمام، ايه بقى ال 20%؟ 10%؟ 5%؟ ابورك دلوقتي قال لك ايه؟ انا مش هفضل طول عمري اخد منك 20%، لا انت لو شغال مع عميل بتقبض معاه وشغال كويس فانا هاخد منك 20%. تمام؟ وصلت للعميل ده وكسرت معاه حاجز $500 مع نفس العميل، افتكر مش مجموع العملاء، مع نفس العميل وصلت معاه لحد $500، فهو بيقول لك اي دولار هتكسبه من بعد $500 خليك عارف ان انا مش هاخد منك 20%، انا هاخد منك 10% بس. طيب تمام حلو. طب بالنسبه ل 5% قال لك لو انت وصلت مع نفس العميل بعد ما كنت $500 وصلت لل $10,000، فانا دلوقتي هبدا اعمل ايه؟ اخد منك $5 على اي دولار بتكسبه من بعدها. بس عايز اقول لك يعني اللي هي الموضوع هيجي لك وقت كده تحس اللي هو ايه ده؟ لا يعني هو ليه ياخد مني كده؟ بس افتكر اوعى تفكر في يوم من الايام ان انت تطلع بره ابورك، لان هم ستريكت جدا في الموضوع دوت. حرفيا لو انت فكرت في يوم من الايام انت تتكلم مع حد تقول يلا بينا نطلع بره ابورك، ابورك هيقفل لك اكونتك انت وهو، ومهما عملت مش هتعرف تعمله. ليه؟ لان هو بياخد منك صوره البطاقه وبياخد منك معلومات اساسيه، فبالتالي مش هتعرف تشتغل تاني بعد كده. هتضحك عليه بايه؟ فاهم قصدي؟ هتضطر بقى انت تشوف لك اخوك اختك ايا كان وتبدا بقى تعمل له والكلام ده كله. بس ليه؟ يعني انت هو بيعمل الكلام ده عشان خد بالك هو بياخد سيرفيس ديت بعيد عن السيرفيس. انا ببص له حته اللي هو امان، هو ما بيخليش حد ينصب عليك. في نصب وانا هقول لك ازاي تعرف تطلعهم من مجرد كلمتين ثلاثه، بس انت بتضمن حقك مليون في المية. بس عايز اقول لك برضو موضوع تضمن حقك مليون في المية، عايز اقول لك اللي انا افتكر في مره اشتغلت مع عميل. المهم يعني العميل دوت
وانا شغال معاه اختلفت معاه في ايه في الاخر بعد ما عملت له الشغل. هو كان عايز حاجه ثانيه لان هو كان قايل لي على الحاجه ديت وانا كنت سلمتها له زي ما هو قالها لي بالظبط. فلما عملنا بقى ديسبيوت لابورك لقيت ان ابورك كلمنا انت كنت عملت ايه وريني شغلك وانت كنت طالب ايه ووريني اللي انت كنت عايزه. لقى ان انا مش غلطان ولا هو برده مش غلطان قوي يعني، او انا مش غلطان قوي برده، فاحنا الاثنين مظبوطين. راح كل اللي هو عمله اللي هو ادانا انا فلوسي وخلينا انت روح، ورجع له هو فلوسه وخلاه هو يروح، وطلعنا احنا الاثنين يعني ايه زي ما بيقول كده مرضيين. فهتلاقي نفسك ابورك يعني بيقف معاك حاجات كتير جدا، فمش من مصلحتك ان انت تطلع بره يعني. ماشي يلا بينا بقى بالنسبه للابلود فورو. دلوقتي يا جماعه لما تيجي تعمل ابلود للصوره يا ريت تكون معبره شويه عن المجال بتاعك. يعني ايه؟ لو انت في مجال الكرياتيف والديزاين فانت بالتالي محتاج حاجه تكون اللي مش هقول لك بقى مطرقعه والكلام ده كله، بس حاجه يعني اللي هي تكون بتعبر عن اللي انت بتعمله، حاجه كده فيها فكره شويه. بس اهم حاجه تكون زي ما انت شايف قدامك صوره قريبه من وشك، مبتسم شويه، تكون واضحه، ما يكونش فيها لعب كتير. تمام. بالنسبه بقى للصوره فانا هي تختارها زي ما انت شايف قدامك. فعايز اقول لك دلوقتي انا دلوقتي كفيديو اديتور، فانا الصوره دي بتاعتي مثلا يعني يكاد تكون بتعبر عني شويه. انا طبعا لو انا داتا اناليسيست مثلا فانا اكيد مش هحط نفس الصوره، هحط صوره جد شويه عن كده مع ان انا نفس الشخص. بس عايز اقول لك ان في المجالات المختلفه انت بتبقى عايز حاجه تبين انت بروفيشنال اكتر في المجال بتاعك. يلا بينا نعمل سيف. بالنسبه بقى للسيفت ادرس طبعا مش هيبقى باين قدامك دلوقتي، بس عايز اقول لك حاجه. عايز اقول لك طبعا ان هو مش هيبقى باين للناس، ما تقلقش يعني محدش هيجي يخبط عليك ولا هو ولا الرقم، ما تقلقش محدش هيجي يكلمك بعد الساعه 12 بالليل والشغله ديت. فدخل رقمك عادي، طبعا هو مش هيبقى باين قدامك برضه دلوقتي. بس انت لو عايز توصل لي فانا هسيب لك الاكونت بتاعتي البروفايل بتاعي يعني، بحيث انت لو انت عندك اي سؤال او اي حاجه انت حابب تسالها لي وانا معاك في اي حاجه يعني. بس يا ريت يا جماعه تكون يعني اتفرجت على الفيديو الاول قبل ما تسال، لان بجد يا جماعه في ناس بيبقى اللي هو انا اوريدي جاوبت الموضوع ده يا جدعان، يعني كلف نفسك تتفرج على الفيديو. بس طبعا مش هقدر اقول لك حاجه وهجاوبك عادي مفيش اي حاجه. يلا تشيك البروفايل. ماشي يلا بينا. دلوقتي هو بيقول لك عملت البروفايل بتاعك، حابب انت تعمل سبميت للبروفايل بتاعك ونقول له الاوكي المتين. بس تعالى ناخد بصه كده. طبعا الكلام ده كله هيتفور في الفيديوهات يعني اللي جايه. بس انا بقول لك زي ما دلوقتي احنا كان هدفنا ان احنا نعمل البروفايل وادينا عملناه باقل خطوات، فبالتالي انت مش محتاج ان انت توقف نفسك واللي هو انا محتاج حاجه كبيره قوي بقى عشان ابدا البروفايل. يا عم ابدا على طول وخلاص. هو دلوقتي بيقول لك نايس ورك فاضل شكرا يور بروفايل از ريدي. فشكرا اللي هو بيقول لك دلوقتي البروفايل بتاعك اتقبل وتمام والدنيا زي الفل. فيو ماي بروفايل او براوز جوبز، تبدا بقى الشغل على طول. بس زي ما قلت لك دلوقتي انا هوريك البروفايل بتاعك. بيقول لك دلوقتي هو ده البروفايل بتاعك. طبعا كل الكلام دوت في حتى البايو، التايتل بتاعك، الساعه، الورك هيستوري، كل الكلام ده حرفيا انا هقوله لك واحده واحده. والبورتفوليو ازاي تحطه، والسكيلز ايه احسن حاجه تحطها، والكاتالوج بتاعك تحطه بأنه شكل. اهم حاجه بس تتابع معايا الفيديوهات اللي جايه، ويا ريت يا جماعه تتفرجوا الفيديو لحد الاخر عشان باجي في الاخر خالص بقول حاجات هتفيدك جدا يعني، فاهم قصدي؟ وما الفكره ما بتجيش في دماغي وانا في اول الفيديو. المهم يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا ازاي تعمل بروفايل على ابورك. الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله زي ما قلت لك هبدا اقول لك بقى تعمل ايه وازاي تبدا تتعامل مع العملاء وازاي الحاجات دي كلها. فلو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ويا ريت يا جماعه تبدا تبعتها لاي حد حابب ان انت ان شاء الله يعني يستفيد بيها زي ما انت استفدت كده. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.